السلام عليكم زيونات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا نتمنى تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله يا ربي. اليوم جبت لكم تاكوس في الفران كيجي رائع جدا. شكرا للبنات اللي دخلوا عندي وشجعوني وتيقولوا لي يا ساره بودر برافو عليك، كملي راه قناتك مفعله. شكرا لكم بزاف، شكرا على تفاعلاتكم معايا. كنتمنى من اي وحده شافت هذا الفيديو دخلت ابونا عندي ودير لي جيم باش يوصلك اي جديد ان شاء الله يا اختي. خليكم معنا. كما كتشوفوا انا هنا عندي شويه د لادان، شويه توابل. عندي هنا خديت بصيله قطعتها رقيقه، زدت عليها شويه ثومه وشويه د الربيع. غندير عليها مليحه وشويه د الزيت وغادي نخليها تشحر مزيان حتى كتولي ديك البصيله ذهبيه. غادي نزيد عليها لادان وغادي نزيد دوك التوابل اللي ضفت. التوابل عادي يعني ضفت شويه سكينجبير، شويه د الخرقوم كابه، شويه ديال المليحه، شويه د البزر. صافي هادشي اللي ضفت. لي كتبغي اضافات اخرى اللي عندها يعني التوابل ديال الشاورما تضيفهم هنا. خليت لادان ديالي حتى يتشحر مزيان حتى ينشف، ديك الساعه نحيدو نديرو في طبيسيل. نفس العمليه غادي ندير الكفته. الكفته حتى هي غندير لها نفس العمليه، غادي نزيد عليها غير شويه تحميره فقط. كما كتشوفوا معايا انا درتهم هنا في الطبيصلات وخليتهم يبردوا. هنا غادي نوجد لاصوص اللي غادي نخدم بها طاكوس ديالي. هنا خديت نص سيترو د الحليب، خديت دامتي لاصوص بيشاميل ديال دامتي، يعني كتجي لذيذه بزاف لاصوص بيشاميل ديال دامتي هذه. غادي نضيفها مع نص سيترو د الحليب وغادي نضيف عليها 4 ديال الفرماجات مربعين، 4. انا هنا كنت كنصور وكنضيف الفرماج، سمحوا لي. من بعد غادي نديرها فوق البوطه وغادي نخليها حتى تقال على هذا الشكل هذا، وغادي نحيدها نخويها في شي طبيصيل وغنخليها تبرد. كما كتشوفوا معايا هنا خليتها في الطبيصيل وخليتها تبرد. هنا غادي نوجدوا الطاكوس ديالنا. هنا خديت واحد شويه ديال لادان فيمي، شويه ديال الفريت. يعني هذا الشيء ما احتاجش كنت نصوره معكم، راه كلشي غيقدر يوجد الفريت. لادان فيمي راه كيكون واجد. هنا غادي نصور معكم الطاكوس كيفاش عمرته. هنا خديت شويه ديال لاصوص بيشاميل ضفتها هي الاولى في الورقه ديال الطاكوس. غادي نزيد عليها شويه د لادان، غادي نزيد عليها شويه د الكفيته. اسمحوا لي البنات على التصوير، هاد المره ما حطيتش التليفون في لاباراي، كنت كنصور غير وانا هازه التليفون. داكشي علاش التليفون كيترعد. هنا ضفت شويه ديال الفريت. غادي نضيف عاوتاني شويه ديال لاصوص بيشاميل. غادي نضيف شويه لاصوص بيشاميل البنات، راه بصراحه كيجي لذيذ البنات. هنا ضفت شويه ديال صوص برجر كان عندي، ضفت شويه. ضروري تضيفوا هاد لاصوص هادي، كتجي واعره واعره البنات. كما كتشوفوا غادي نسدوه. راه حتى السدان ديالو ساهل، زعما ماشي شي حاجه صعيبه. غادي نسدو هكا وغادي نديرو في الطاوه ديال الفران. غادي نكمل معكم طاكوسات الاخرين وعاد نوريكم الطريقه ديال الطاكوس في الفران، يعني كيفاش غادي ندخلو للفران. هنا ضفت الثاني، غير كنوريكم الطريقه باش كتشوفوا كتاخذوا فكره وصافي. ما تبارك الله راه الطريقه باينه في الاول. هنا غتبانوا يبان لكم انا دايره واحد الزليفه فيها شويه، اعتذر، شويه ديال المايونيز وشويه ديال الهريسه. خلطتهم مع بعضيتهم. انا هادو ضفتهم بلا حار على حساب وليداتي. الثالثه غادي تشوفي بانني انا ضفت واحد لاصوص حمراء، يعني فيها شويه د المايونيز وفيها شويه د الهريسه. كتضيفيها حتى هي، كديري كديري لاصوص بيشاميل من الفوق من التحت، وكتضيفي عليها شويه ديال لاصوص ديال الحار، وكتكملي العمليه كيف نفس الطريقه كتكمليها. انا واخا هكاك غادي نديرها معكم باش تشوفوها مزيان وتعمل فائده ان شاء الله. وكنتمنى من اي وحده شافت هذا الفيديو دير لي لايك وتابونا في القناه وان شاء الله باش يوصلك الجديد ديال الوصفات ساهلين وسريعين ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف. وانا اخر فيديو حطيته دخلوا عندي البنات بزاف كيشجعوني، شكرا لكم بزاف، شكرا. كما كتشوفوا نفس العمليه درت لاصوص اللي فيها الحار، درت شويه د لادان، شويه د الكفته، شويه د الفريت. غادي نضيف عاوتاني شويه ديال لاصوص بيشاميل. غادي نضيف شويه د لاصوص بيشاميل صافي. وغادي ندير شويه ديال لاصوص ديال البرجر صافي. وغنسدو غادي نديرو حتى هو في الطاوه ديال اللي غادي ندخلها للفران. صراحه البنات والله حتى زوين، يعني تكوني بحال هكا دايره شي خريجه وداكشي، علاش لا ما ديريش هاد الطاكوس نتي وليداتك. كما كتشوفوا ديك لاصوص بيشاميل عاود تدهنت بها طاكوسات من الفوق.
كيما كتشوفوا يعني راه التصوير راه غادي يكون واضح، وان شاء الله الفكره غادي توصلكم، وان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير ان شاء الله يا ربي. كيما كتشوفوا يعني راه اصلا هذاك السيترو وديك الساشي ديال لاصوص بيشاميل بصراحه راه كتجي كتيره، يعني راه غتخدمي بها طاكوس تويشيط لك شويه تعاودي عاوتاني تخدمي به. كما كتشوفوا غادي نشد واحد شويه ديال لادان فومي، غادي نحطو حتى هو من الفوق، وغادي ندير عليهم شويه ديال الفرماج موتزاريلا اولا الفرماج حمر، اي حاجه متوفر عندك. انا هنا كان عندي الفرماج حمر ضفتو من الفوق. حتى الموتزاريلا راه كتجي زوينه البنات، واللي عنده الموتزاريلا وعنده الفرماج حمر كتير يضيفهم لداخل ديال تاكوس، يضيف شويه. انا بحكم كان عندي غير شويه استعملته غير من الفوق. ان شاء الله الفكره تكون وصلاتكم، ونتمنى هذا الفيديو حتى هو ينال اعجابكم ان شاء الله يا ربي. وكما كتشوفوا دخلت الطاكوس ديالي الفران، ومن بعد ما خرج كيخرج على هذا الشكل هذا، وكنتمنى يعجبكم. غادي نقسم معكم واحد الوحيده باش تشوفوا من الداخل ديال الطاكوس، بصراحه كيجي لذيذ وكيجي بنين بزاف. نتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم، وشكرا لكم. كما كتشوفوا راه كيجي لذيذ 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 بزاف. كما كتشوفوا معايا، بصحتكم وراحتكم، وشكرا.